السلام عليكم. متوجهين إلى سد الحنابج اللي يبعد عن عفيف تقريبا 50 كيلو شرق من عفيف طبعا، وبنعد لكم قصة صارت فيه قبل تقريبا 13 سنة. هذا هو سد الحنابج من الأمطار اللي قبل شهر تقريبا. ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا ذا ثاني أكبر سد في المملكة، واللي أسس في عهد الملك خالد. طبعا هو المنتزه الوحيد في محافظة عفيف. المكان جميل جدا ويرتادونها الناس والكشاتة، والموية إذا جت فيه تقعد قرابة السنة سنتين بالراحة، حتى لو كان يعني ما فيه أمطار ولا في شيء. طبعا القصة اللي صارت فيه صارت قبل تقريبا 13 سنة. من ناس حول المنطقة هذه اكشتوا هناك، عائلة كاملة اكشتوا هناك. كان معاهم طفلين، بنت وولد. الولد عمره 10 سنوات والبنت تقريبا 9 سنوات. فاغفلوا عنهم أهلهم وتوجهوا للمنطقة هذه، مشوا من المنطقة هذيك وجو لين وصلوا الدرجة اللي هنا هذا، وكان الموية نص. دخل الولد مع أخته مع الممر ذا الممشى لين وصلوا مدخل الدرج. انزلوا، الأخت ازلقت ودخلت تقريبا نصها في الموية. نقز عليها الولد اللي هو أخوها وطلعها وسحبها برا. أول ما سحبها وطلعها زلق هو واختفى. كلموا الناس الدفاع المدني، وجاء الدفاع المدني هنا بأقصى سرعة ممكنة. جاء الدفاع المدني ومعه غطاسينه ومعه القوارب، وبدأوا يبحثون في المنطقة هذه كاملة، مشط المنطقة هذه بالكاملة. وكان الماء أكثر من الماء الموجود الآن لخلف الضلع. فتشوا 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 ما حصلوا له وجود بالمرة. بعد 4 ساعات من البحث قالوا ما فيه إلا حل واحد، إن الرجال خلاص ميت، الطفل ذا ميت ما في حياة يعني. فما في حل إلا واحد، إن ننزل الشنكار مع القارب ونمشي، وأي شيء يثقل في الشنكار ذا نشيك عليه ونشوف شنو، يمكن جثة الطفل. بدأوا يمشطون، حطوا الشنكار في القارب وبدأوا يمشطون المنطقة. طلعت عليهم جثث حيوانات، طلعت عليهم حاجات كثيرة. بحثوا ما لقوا. بعد تقريبا 7-8 ساعات حصلوه في الزاوية هذه. شفت الزاوية اللي تفرغ المويه هذه، إذا زاد الماء فرغت في الزاوية هذه. لقوه قد شرب من الماء لين امتلأ بطنه وغطس جوا. فالله يرحمه ويغفر له ويصبر أهله. طبعا انتهت القصة، والمكان جميل جدا بطبيعته، بس الواحد ياخذ الحيطة والحذر ويتنزه بعيد عن الماء إذا كان مع أطفال، والأمور إن شاء الله أنها زينة. حتى ظاهر فيها هذه يسمونها الدغاليب. جميل يرتاده أنواع كثيرة من الطيور، من البط وطيور الماء، الغرانيق وطيور كثيرة جدا. طبعا هذا واحد من الأودية اللي قريبة من سد الحنابج، وجميل جدا ونظيف. ونتمنى يعني من العوائل أو الكشاتة اللي يكشتون هنية إنهم إذا كشتوا عينوا من الله خير يشيلون، الله يعزكم ويكرمكم زبايلهم معهم، عشان المكان يبقى نظيف للناس اللي تجيب من بعدكم. ما شاء الله تبارك الرحمن، أصوات الطبيعة. وادي عبارة عن أحجار، سبحان الله، إذا سال الضلع نزلها معه.
الآن حنا في وادي اسمه قعضب، وله اسم ثاني، اسمه الثاني أبو مواصير لكثرة مواصير الكهرب فيه. يا الربع تشوفون هذا، أول ما تشوفونه بتقولون دم، لكن الصحيح إنه من الشجر، وعلاجي قال إنه يستخدم للمرضى السكر، بس ما أدري كيف طريقة استخدامه. المهم إنه ينزل من الأشجار هذه اللي يطلق عليها أشجار السلم. الوادي مليء مثل هذه العشبة يا أخوي، عليها ريحة والله ريحة جميلة جدا، ولا في أفخم العطور. أجواء ممتعة جدا. طبعا معي أخوياي اثنين ما يحبون التصوير، وبنسأل معاذ الآن وش تتمنى منك في الوادي هذا؟ أتمنى أن يرجع 106 سنوات الساعة 10:46 الصبح يوم الاثنين، قبل 106 سنوات قلت أنا صح؟ 106 سنوات. وش يرجعك لله؟ يا أخي أنت رضانك ضايع والله، بس شعور حلو يا أخي من أثر السيل. معاذ اتوقع الراس هذا راس ايش؟ واضح إنه راس ديناصور. واضح إنه راس ديناصور. إيه قبل 1500 سنة. هذا ولد عمنا جاء من جدة. يا ولد ما تعرف شيء أنت، هذا راس جمل كذا ممغوط كذا طويل الطول. إيه نعم. لا يا راس ديناصور. أنت مقتنع إنه راس ديناصور؟ يس. خلاص بيض وجهك. الوادي جميل جدا زي ما قلنا، بس لا يخلو من المتعبثين في البيئة. شوفوا بالله. وصلنا إلى نهاية جولتنا، ولا تنسونا من دعمكم من اللايك، والسلام عليكم ورحمة الله.